أنا عايزة أرشح نفسي في الانتخابات يا عمدة. نعم يا اختي. ما سمعتش؟ سمعت بس مستغرب. ايه اللي بتقوليه ده؟ قلت حاجة غلط؟ عايزة ترشحي نفسك في الانتخابات مع الرجالة؟ وفيها ايه؟ عندك في القانون حاجة تمنع الحريم يرشحوا نفسهم في المجالس المحلية؟ لا لكن الحكومة قالت لك لما حرمة ترشح نفسها تسمعها الموالدة؟ الله 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 الله. أمال أقول لك ايه؟ ما تقوليش حاجة. بتعرفي تقري وتكتبي يا زاهية؟ يبقى خلاص لا تصلحي للترشيح. هو انت بتغني وترد على نفسك يا عمدة؟ عيب يا زاهية. انت اللي غلطت، بتسأل وتجاوب. علشان عارف الإجابة سلفا. أنا بعرف أقرأ وأكتب يا عمدة. هنمتحنك ونشوفك. نمتحن زي ما انت عايز. اسمعي يا زاهية، أنا عايز أقولك على نصيحة لوجه الله. إذا كنت فاكرة إن علشان يعني الناس تشكروا فيك بكلمتين مجاملة وجبر خاطر بقيتي حاجة خلاص، تبقي غلطانة. ده تكسير مقاديف يا عمدة. أنا بقولك اللي فيها. والله نصيحتك يؤخذ بها، كلام معقول. إيه يعني خلاص مش هترشحي نفسك؟ لا، هرشح نفسي برضو يا عمدة. ده انت دماغك حجرة. على فكرة أنا هرشح نفسي ضمن ال5 بتوع مجلس محل المركز مش القرية كمان. دخل 9 قهوة محمدي و6 شاي و2 عناب. حاضر يا بيه. الله، ايه الحكايه؟ المكتب ماله مرتبك كده ليه يا سعاد؟ ربكة جامدة، ما هو ايام الانتخابات كده، الفلاحين اهل البلد داخلين خارجين. انت من بلد الاستاذ بلتاجي مش كده؟ ايوه، امال ايه؟ الله، بقالي معاك المده دي كلها ولسه ما تعرفش؟ انا كل شيء عارفه يا استاذ وكل شيء فاهمه، انا مش نايم على وداني. الله، مين قال كده؟ مين قال كده؟ طب ما فيش تعالى يا سعاد اتغدى معانا؟ تعالى يا سعاد نشوف الفيلم الفلاني سوا في التلفزيون وتعشى معانا؟ ما فيش الحاجات دي. لا، في من عناية يا استاذ سعاد. تسلم تسلم يا